السلام عليكم، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض بقى السمنه البلدي في البيت بطعم وخير زمان، من غير ولا تكاليف اي حاجه خالص هتكلفنا اي حاجه. بص لونها عامل ازاي ولا ريحتها بقى جايبه اخر الشارع ورب الكعبه، مكدبش عليكم. بصوا بقى، عندي هنا كميه قشطه دي انا كنت محوشاها بقى من وش اللبن، كل ما اعمل لبن اشيل القشطه بتاعته دي. دول حبه حلوين يعني، دول بتاع مثلا 3 كيلو قشطه. بصوا هنا بقى لازم يكونوا ساقعين، تطلعوهم في الفريزر دوبك فكوا سنه وتروحي حطاهم بقى ايه في ايدك او على العجين. انا طبعا ما اقدرش اعملهم على ايدي عشان عامله عمليه في ايدي، فحطهم في العجان كده. ممكن مضرب اليدوي، إيه اي حاجه عندك تعملي بيها، ممكن بايدك كده لفتين. بصي خدوا بقى بالكم اختلاف البتاع بتعمل ازاي. بصي الاول كانت ملزقه، دلوقتي بص ابتدت تلزق اهي، ابتدت اهي خلاص تخرز. ده المراحل بتاعتها. بصي ابتدت تعمل ازاي، طول ما تترفع تنزلي بايدك وتفضلي تضربي تضربي تضربي. بصي كده بقى ايه، خلاص كده ابتدت بقت ايه ت- تعمل من بعضيها. لازم تبقى ساقعه جدا، ولازم اكدوا على الحته دي انها لازم تبقى متجمده، يا دوبك مخرجاها من الفريزر. بص ابتدت تلم اهو بقى كده وتفسي. بص كده خلاص فصلت. اول ما طلعت الميه بص فرفرت من بعضها اهي، طلعت ميتها اهي. بص عامل ازاي. انا برضو هضربها ضربه كمان، هغطيها كده ان ابتدت تطلع اللبن اللي جواها الخض. ده اللبن الخض بيقولوا عليه. ده بنعمل بيه قرص، تشيلوا فيه زي اللبن الرايب كده. قرص تحطي فيه مثلا الجبنه القديم الفلاحي. هبقى برضو اعمل لكم فيديو طريقه الجبنه الفلاحي بنعملها مع بعض ازاي. بصي انت من ولا حاجه حوشتي القشطه اللي بتطلع منك على وش اللبن، حوشتها من ولا حاجه. بصي هي كده بقى خلاص كده فصلت معايا زي ما قلت لكم. اول ما طلعت كده الميه خلاص كده فصلت. هقعد بقى اضغط عليها كده تنزل الخض بتاعها. الخض اللي بيبقى نازل ده هو ده الخير كله بقى. بصي تضغطي على قد ما تقدري فيها حاجه كده. اللهم صل على النبي، من ولا حاجه عملنا سمنه من وش اللبن اللي بنشربه كل يوم. حوشي كده كميه حلوه اعملي لك سمنه اهو. بصي الله اكبر عليه. هعمل بصي كل الكميه دي كده زي ما انتم شايفين. تمام. انا هنا العجان بتاعي صغير، ما حطش كل كميه القشطه اللي عندي. كنت بحط كيلو كيلو، العجان بتاعي صغير. هنا بقى خلاص خلصنا، هسيحها بقى معاكم. بصي اول كيلو عمل معايا ايه، الله اكبر. كور صغيره ما شاء الله تحفه جدا. على النار بقى كده، نار هاديه، منعليش النار عشان ما تتحرقش. وهنزل بقى الايه السمنه بتاعتي. بس انا عملت بقى حبه كور وحبه عملتهم طوال كده زي اللي بنشتريهم من بره. كل كميه القشطه وانا على بص عامله ازاي، حسب ما انت عايز تعمليها. عايز تعمليها كده كور تعمليها كده كده، كله هيتسيح كله هيتاكل من ولا حاجه. عملنا سمنه بلدي الكيلو بتاعها 180 جنيه، وبتبقى مغشوشه. اللي بيعملوها بالبطاطس وبالدقيق وبيغشوا فيها كتير السمنه البلدي دي. انت تخزني القشطه بتاعت وش اللبن مره على مره، تكوني حبه حلوين تعملي بيهم السمنه البلدي من ولا حاجه. ادينا في موسم اللبن الحلو، تطلع لبن بيطلع معاكي قشطه حلوه، تخزني منه وتيجي تعمليها على دخلة رمضان، تعمليها على دخلة العيد عشان تعملي بقى الكحك بقى بتاعنا الحلو بقى بالسمنه البلدي بقى. بص ما عايزه اقول لكم، ما كملتش على النار اقل من ربع ساعه وكانت اتعملت. لان دي مش مغشوشه بقى، ده لبن طبيعي، انت عارفه مصدر الحاجه جاي منين ووفرت ازاي. بصوا ربع ساعه وكانت اتعملت. بصوا كانت الله اكبر اتعملت ازاي، وكانت جميله جدا. كانت ريحتها جايبه اخر الشارع من قوه الريحه بتاعتها. بصوا عامله ازاي تحفه جدا جدا جدا. بصوا صافيه كده بقى خلاص كده استوت. اول ما الرغوه البيضه اللي بتبقى على الوش دي تختفي وتبقى لونها بيش كده زي ما انتوا شايفه كده، خلاص كده استوت. تمام. دي كانت حته الشرقشطه، فده الرواسب بتاعتها طلعت، بس هي كانت خلاص قشره كده وسيحت اللي عندها خلاص. بصوا خلاص صفتها بقى كده وحطيتها في البرطمانات. بصوا لونها عامل ازاي، حلوه جدا ومرمله قوي. يا ريت تجربوها وتشيلوا زي ما بقول لكم كده. حوشوا وش القشطه ووفري، حاولي توفري وتدبري من كل حته. يا ريت تجربوها بالطريقه دي. متنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات.
وان شاء الله اعمل لكم طريقه الجبنه القريش زي ما قلت لكم، كل حاجه في البيت. والسلام عليكم، باي باي.